تعالوا كده نشوف هذا اليوم ايه. قبل كل حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هعمل سمك ان شاء الله. ده كان غدا اليوم النهارده. طبعا انا السمك هنا جايباه متنضف، بس انا طبعا بغسله. تعالوا بقى شوفوا الرز. طريقتي في الرز، انا هنا شوحت بصلتين متقطعين. تمام. هيا هنزل عليهم بايه. بصوا تشويحة البصل تبقى كده لونها ايه مصفر. هنزل بثلاث طماطمات مبشورين لحد ما يبقى ايه، ما توصل للدرجة دي. حلو تمام. هنزل عليهم بمية ماشي. تغلي المية يا جماعة. هي ايه، هي نازلة بكيلو الرز. حلو. دي بهارات الرز اللي انا حطيتها دي عبارة عن ايه، عبارة عن كاري، فلفل اسود وملح. هنا بقى الخلطة اللي انا هعمل فيها السمك. حلو. الخلطة دي نص كوباية دقيق على نص مية. تمام. على بهارات فلفل اسود وملح، وفلفل اسود وملح وكمون وايه وكركم. تمام. دي الخلطة اللي انا هنزل فيها بالسمك. وتلات ليمونات. حلو كده لحد هنا. الخلطة دي بتخلي السمك في حتة تانية وبتحلي طعم السمك قوي. ماشي حبايبي. بس كده انا حطيت 3 ليمونات بالظبط. طبعا انتوا بتفضلوا تضربوا لحد ما الدقيق يتجانس شويه كويس مع الايه، مع الميه. تمام. انا نزلت بكيلو الرز ده بالظبط، مقدار كيلو رز اللي انا كنت عاملاه ده كيلو رز. تمام. بصوا بقى لون الرز وحلاوته، وكمان لما يستوي شكل تاني. هنا بقى ايه، التوم المدقوق. تمام. وايه، وكمون وفلفل اسود وكزبره. دي خلطة السمك اللي انا هتبل بيها السمك. نزلت هنا فين، نزلت هنا بالسمكة في الخلطة اللي انا عاملاها. وهتيجي تطلعي من الخلطة هتروحي ايه، تروحي مبطنة بالدقيق. بصوا الرز وجماله وحلاوته، ولا طعمه حكاية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى شوفوا لون السمكة هنا. كهرمان والله جميلة. لون السمك جميل وطعمه كمان اجمل واجمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا السلطة بقى بعد كده هتيجوا عاملين السلطة، عاملين سلطة. انا عملت سلطة خضراء. بصوا بقى انا عملت ايه، انا عملت يعني انا بجيب سمك مقلي، وباجي بقى عاملة ايه، شايلة سمكة بالظبط او سمكتين كل واحد على حسب. تمام. عشان انا يعني علشان انا اللي باكل السمك ابو صلصة، فانا ما بكترش. عملت سمكة واحدة، شوحت البصل ونزلت عليه بطماطم برضو. تمام. طماطم مبشورة. وسبكت ايه، سبكت الصلصة بتاعت السمك. هتيجي عاملة ايه، هتيجي نازلة بالتسبيكة الحلوة الجميلة بتاعتك دي. هتيجي نازلة بيها ايه على السمك. علشان الناس اللي بتقول السمك بيتهري، فلازم يتهري يا جماعة. لو انتوا بتغلوا السمك في الصلصة ما ينفعش. مش اي سمك على فكرة اللي بيتغلي، اللي بيتسبك قصدي. تمام. بصوا كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس كده وبالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك واعملوا شير. تمام. حطوا لي لايك وشير يا جماعه. بس كده. ويلا بالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات ان شاء الله. هتوحشوني كتير حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله.